اسرع ناس في العالم ما فيهاش كلام والله العظيم. هي دي مش اول مره عامه حد يقول لي الموضوع ده. بقول لك ما تيجي تعمل تحدي كده اللي هو تبطل مثلا مش عارف قد ايه الكافيين كام يوم ومش عارف ايه فانا بصراحه كده فكرت في يوم. وهقول لك السبب لان هو مش السبب اللي هو بتاع ان انا قلت هعمل تحدي لان انا الجو ده مش بيشدني قوي. بس انا فكرت كده في يوم. السكر الصناعي في وقت انا بستعمله في الحاجات اللي انا بشربها السخنه وبالذات القهوه او الشاي بلبن ماشي. ف... فهو مربوط بحاجتين انا بحبهم قوي القهوه والشاي بلبن. فانا دلوقتي كنت عايز ابطل السكر الصناعي. فقلت اعمل ايه؟ اوقف السكر الصناعي فبالتالي مش هعرف اشرب القهوه والشاي بلبن. ايه ده؟ ما تيجي نبطل الكافيين لمده اسبوع نشوف ايه اللي هيحصل. ففي يوم جيت اعمل الشاي الصبح قلت مش هحط السكر مش هشرب الشاي. لاحظت ان انا ما عملتش اي بحث. وقفت القهوة. مخي متعود ان في عادة فطبعا اللي انا العادة دي متعود بصحى الصبح بفتح عيني بفضل قاعد ساعة او اتنين. بعد ما افطر اروح شارب كوباية القهوة او شارب كوباية الشاي بلبن. جت اللحظة بتاعت القهوة والشاي بلبن اللي هو الطعم الجميل والمود الجميل والانبساطة بتاعت المخدر. ما هي الكافيين مخدر مش معناه بينيم مخدر ان هو بيبسط. رهيب. بس هو طبيعي فصباح الفل. الانبساطة دي اتاخدت. فمخي انا ما كنتش مجهز نفسي. ودي من الحاجات اللي انت لازم تتعود عليها لو انت ناوي تعمل عادة جديدة لازم تبقى جاهز. ايه البديل؟ انت حطيت مكان ده ايه؟ المكان نفسه اللي انا بروحه كل يوم ده ليه ما مغيرتوش؟ انا بروح نفس المكان. بقف نفس الوقفة قدام الكتل. فين الشاي والقهوة الجمال؟ فمخي بقى ابتدى ايه؟ انا عايز انا عايز اكل يمكن انا عايز اكل انا جعان. بس اظن ان هو مخي ابتدى يتصرف تصرفات عشوائيه شويه. فقاعد مثلا بحاول اسد اللي انا حاسه ده. او ان انا عايز متطافس في شاي او لبن اللي هو انا عايزهم قوي. فقاعد باكل مثلا فاكهه. يعني بحاول احط في بقي اي حاجه تملى بطني فتخليني مش عايز اشرب الشاي والقهوه. مش عارف التصرف ده ليه علاقه باي حاجه ولا لا بس او انا ممكن بتلكك عشان اكل. حاجات متلخبطه كده كنت حاسس ان انا متلخبط فابتديت اللي هو الهي نفسي اطلع اتمرن حتى لما جت لحظه التمرين. بتمرن من غير ما اخد القهوة قبل ما اطلع التمرين. حاسس اللي هو طب وبعدين الفوقة ايه النظام؟ الدخلة دي اللي هي بتخليك كده دي فاهم؟ ايه النظام؟ بس من الاخر الاسبوع عدى. نصحى بقى ونشرب الكافيين الجمعة. وعندي بس شوية ملاحظات انا طبعا كده كده. يعني انا هرجع اشرب قهوة او شربت قهوة وشربت شاي بلبن وكل حاجة. بس انا كنت واخد بالي من حاجة. دي حاجة شخصية. ان انا لازم القهوه بالنسبه لي عامله زي يعني برضه المخدر انت بتاخده عشان سبب. عشان تذاكر. عشان قبل التمرين لو خدته وفضلت قاعد مثلا كده مثلا قاعد على الكرسي وقاعد مع العيال بيبقى عندي طاقة. فممكن عادي جدا لو حد عصبني اتعصب اسرع لو خدت القهوة وقعدت مثلا اذاكر لوحدي من غير اي ازعاج بقعد طك 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 اذاكر ممتاز. فلازم اللي انا اكتشفته او بقالها الموضوع ده بقاله فترة ان انا لو القهوة خدتها كده من غير حاجة لا ببتدي اتعصب وغير لو انا مثلا ماشي في الشارع يعني. لازم يبقى في حاجة فيها حركة او هنبقى قاعدين قاعدة حلوة بنتكلم كلنا بتاع لكن انا اخد القهوة واقعد كده على الكرسي مستحيل. هتلاقيني حتى بفرك عايز افتح حاجة اتفرج على حاجة بتخليني كده. لو انا داخل في ميتنج ما بشربش قهوة لانه ممكن ابقى مبسوط واكسايتد وبتاع والطاقة بتاعتي تبقى اعلى من الطاقة بتاعت الكلاينت. او لو حصل كلمة اتقالت كده وبتاع بان عليها الاريافة. ماشي. حاجة كمان القهوة بتعملها لي الداون. لما بتبتدي تداون بتبتدي تخلص الايفكت بتاع الكافيين ابتدي احس اللي هو ان انا مقريف مش في المود وبتاع. لكن لو خدتها واتمرنت بخلص ممتاز. خدتها وذاكرت وقعدت مثلا ساعتين في الأوضة بذاكر بطلع في مود ممتاز. خدتها وفضلت قاعد مع العيال هنلعب شوية لو كده بس فجأة ابتديت اللي هو قريف حاجة هتحصل هتضايقني هروح متعصب. اظن انا بتلكك عايز اتعصب عليهم وخلاص. المهم ان انا عرفت الاسبوع ده اوقف السكر الصناعي. عرفت اوقف الكافيين. تجربة عشان احس ان انا ليه لا هجرب اعمل كده يعني لازم الواحد يتحدى دماغه. انا عملت لسه منزل فيديو على الموضوع ده. لازم تتحدى مخك. بتقول له لا انا هوقف لك الحاجات انت ايه انت عايز قاعد شغال طاقه كده عمال على بطال لا انا هشيل لك الطاقه دي انا اللي بختار. هيبتدي يحسسك ان انت تعبان يبتدي يحسسك ان انت اللي هو ما عندكش طاقه بتاع.
فانت بتعرف تظبط. فمن وقت للتاني لازم الواحد يحط دماغه في تحدي جديد او جسمه في تحدي جديد عشان يحس ان هو فاهم. ده انا بقول لكم التجربه يعني، مش اللي هو بقول لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، بس جربوها على اساس ان انتوا تبقوا عارفين ان انتوا لما حابين تشربوا قهوه بتشربوها بمزاجكم، مش عشان بص من كوبايه نسكافيه، انسى النسكافيه مقاطع اظن يعني، فما تشربش نسكافيه. لا مش حاجه اسمها كده اللي هو بجد فاهم، لا ما تكلمنيش قبل الكوفي بتاعي عشان مش جايب معايا خالص. مش حاجه اسمها كده، بلاش الجو ده. لان الحاجات اللي انت بتقولها لنفسك دي هي دي اللي بتخليك مش شغال ومخك مش شغال. ولا تقدر تبدا يومك عادي، لانه احسن حاجه تعملها ان انت متشربش اول ساعتين تلاتة او على الاقل ساعه اول ما تصحى. تدي فرصه لجسمك هو اللي يفوق لوحده، ما يبتديش يبوند مع الحاجات اللي في القهوه، يبتدي يفوق وياخد الطاقه من القهوه. العيال ابتدت تخبط على الباب، فلازم اقفل الفيديو. شكرا يا جماعه قوي ان اتفرجتوا لحد دلوقتي. حد جرب الموضوع ده يقول لي ايه اللي حصل فيه، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.